السلام عليكم. الفيديو النهارده هيكون عن الشغل وعن الفوكاب اللي بتقابلنا في الشغل، اذا كنا بنعرفها ولا مش عارفينها ولا عارفينها ومش عارفين ننطقها. هنتكلم عنها كلها النهارده. طيب، لو شفت اعلان وظيفه، اعلان الوظيفه اسمه job ad او vacancy يعني وظيفة خالية. job ad يعني اعلان وظيفة. طيب لو رحت تقدم على شغل بتعمل apply بتقدم على شغل. اوكي. طيب لو قدمت على الشغل والمفروض ان انت بتعمل interview زي ما انتوا عايزين، انطقوها زي ما تحبوا، شوفوا الاكسنت اللي انتوا حابينها وانطقوها. interview صح وinterview صح. طيب الشغل بقى، بتكلم عن الشغل بينقسم ل3 حاجات، 3 انواع. اول حاجه فول تايم. الفول تايم يعني الدوام الكلي بيبقى 8 ساعات في اليوم، كل يوم على مدار ال6 ايام من الاسبوع مثلا، او 5 ايام زي ما مقرر في المكان يعني. النوع التاني بارت تايم اللي هو الدوام الجزئي، وبيبقى عدد ساعات معين في اليوم او ايام معينه في الاسبوع. اوكي. النوع الثالث فليكس تايم اللي هو الدوام المرن، يعني عدد ساعات معين مثلا في الايام بتاعتك تشتغلها وساعات ما تشتغلهاش، هي دي اسمها فليكس تايم. طيب الوظيفة بتاعتك ليها اسم او ليها عنوان، اسمها job title اللي هو عنوان الوظيفة. ايه تاني؟ متطلبات الشغل او متطلبات الوظيفة اسمها requirements. تمام. طيب لو انت عملت الانترفيو، انت هيبقى you might be accepted or rejected. لو انت accepted يبقى انت hired يعني اتوظفت، مبروك، يعني انت كده hired اتوظفت. طيب لو انت hired واتوظفت بتدخل في فترة اعداد اسمها probation period دي بتبقى فترة من 3 شهور ل6 شهور without any vacation، من غير اي اجازات. اوكي. vacation يعني اجازه. طيب في فتره البروبيشن بيريود دي بتدخل في حاجه اسمها توجيهات. التوجيه دي اسمها orientation دي بتبتدي بقى تتعرف على الشغل بتاعك، تتعرف على زمايلك، هتعمل ايه، هتتصرف ازاي، وهكذا. طيب زمايلك في الشغل اسمهم coworker او colleague. زي انت مثلا بتروح تتعرف عليهم، خلاص هم دول بيبقوا زملاء الشغل بتوعك. طيب في حاجه اسمها تدريب. التدريب في الشغل، او مدرب او متدرب. تدريب يعني training، مدرب يعني trainee، متدرب اللي هو انت بتتدرب trainer. يبقى انا عندي اول حاجه training، trainee، trainer. اوكي. طيب عندي حاجة كمان اسمها الفترة اللي انت بتتدرب فيها بيبقى انت اسمك intern. اوكي. طيب لو انت موظف يعني employee not employee. اللي بيوظفك اسمه employer. اوكي. طيب لو انت اشتغلت كويس بقى واثبتت وجودك بتترقى الترقية اسمها promotion. انت لما بتترقى you get promoted. اوكي. promoted. لما بتترقى وتشتغل في مكان احسن يبقى في position اللي هو موقعك في الوظيفة او مكانك في الوظيفة بقى احسن، بيحصل ايه، علاوة او زيادة في المرتب، اسمها raise. you get a raise. اوكي. طيب في حاجة اسمها اجازة مرضية اللي هي sick leave. وفي اجازة الوضع للست الحامل اسمها maternity leave. طيب الشكوى اسمها escalate. لو حصل خصم اسمه deduction. لو هتمشي وتسيب الشغل في حاجة اسمها notice period، دي الفترة اللي بيجيبوا فيها حد تاني غيرك يتدرب لحد ما انت تمشي عشان يبقى فاهم في الشغل والشغل ما يوقفش من غيرك. طيب لو انت هتستقيل اسمها resign او quit. طيب لو انت
اتطردت او اترفدت اسمها fired or terminated. يبقى انت بيحصل لك terminated or fired. لو هتطلع على المعاش، معاش اسمه retirement. لو انت هتطلع على المعاش you get retired او to be retired. شخص على المعاش هو نفسه اسمه retiree. اوكي. لو حصل مشكلة في الشركة او في المكان ده وهيبتدوا يسرحوا موظفين، تسريح الموظفين اسمه lay off. تقبض معاش اسمها pension. اوكي. تقبض معاش يعني pension. مكافأة نهاية الخدمة end of service reward. تأمين صحي يعني medical insurance. تأمين اجتماعي يعني social insurance. في حاجة اسمها فوائد وحاجة اسمها بدلات، دي اللي بتاخدها في الشغل. فوائد يعني البنفيتس، والبدلات اللي هي allowance. ففي البدلات في حاجة اسمها transportation وفود allowance. الترانسبورتيشن اللي هو بدل المواصلات، والفود allowance اللي هي الأكل اللي انت بتجيبه على حساب الشركة والمكان اللي انت شغال فيه. الأداء بتاعك اسمه performance. تقييم الأداء اسمه performance and appraisal. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا ويكون الفيديو مفيد ليكم بشكل كبير، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ولو في اي سؤال او اي حاجة استنى الكومنتس بتاعتكم. السلام عليكم.